تمكنت قوات سوريا الديمقراطية قسد من قتل أمير لتنظيم داعش داخل مدينة منبج بريف حلب، وقتلت أكثر من 60 من عناصر التنظيم خلال المعارك الدائرة في أحياء منبج، كما عثرت على نفق طويل كان يستخدمه التنظيم لتحركه واختبائه من طيران التحالف. وقعت وزارة الدفاع الأمريكية وحكومة إقليم كردستان اليوم على بروتوكول تنسيق بين البلدين حضره رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البرزاني ونائب وزير الدفاع الأمريكي بوبور بمدينة هولير أربيل. كشف حزب العمال الكردستاني PKK في مؤتمر صحفي حصيلة عملياته العسكرية الأخيرة ضد الجيش التركي، وأعلن الحزب مقتل 40 جنديا تركيا وفقدان 5 من مقاتليه لحياتهم خلال الأيام السابقة. تستعد مدن شرق كردستان لتنظيم إضراب عام عن العمل دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني إيران، ردا على سياسة النظام الإيراني تجاه الشعب الكردي والشعوب العربية، إضافة إلى تدخلها في شؤون دول الجوار والمنطقة. أعربت روسيا عن عدم رضاها عن القرارات التي صدرت من قبل حلف الشمال الأطلسي الناتو في القمة الأخيرة التي عقدت في مدينة وارسو، ووصفت قراراتها بالسياسية، كما أعلنت أنها ستناقش قرارات الحلف يوم غد الأربعاء 13 من تموز يوليو. حققت لعبة بوكيمون جو نجاحا سريعا في الآونة الأخيرة، حيث ازداد عدد مستخدميها بشكل كبير ووصلت عائداتها اليومية لأكثر من $1,000,000. اللعبة متاحة في عدد قليل جدا من الدول حول العالم، وبلغ إجمالي تحميلات اللعبة من داخل الولايات المتحدة فقط إلى 7.5 مليون مستخدم. وفيما يلي أسعار العملات والذهب في الأسواق السورية اليوم الثلاثاء 12 من تموز يوليو.